بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي المربي المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. معاكم جد عصام، مكاني عزبة النخل القاهرة، تليفوني 0100 136 7277. اي حد بيحتاج اي معلومة في الارانب على قد ما بقدر، لو بعرف انا بجاوب على اي حد وبرد على اي حد. النهاردة السبت، درجة 1/8 اول اغسطس، درجة الحرارة النهاردة 40. طب انا قابلتني النهاردة مشكلة. ايه المشكلة يا عم عصام؟ المشكلة ان الارانب عندي، لو انتوا تفتكروا انا معشرها يوم 29/6، بدأت تولد من امبارح والنهاردة. في ارانب ولدت امبارح وفي ارانب اهي بدأت تولد النهاردة. طب هتعمل ايه يا عم عصام في درجة الحرارة 40 دي؟ ما الارانب الصغيرة عندك كلها هتموت. الموضوع يا جماعة بسيط جدا. زي ما انت شايف انا بليت الشويلة كلها اهي وعلقتها، وهشغل الشفاط كمان شوية بس عشان الصوت. طب والارانب المولودة دي هتعمل فيها يا عم عصام؟ بكل بساطة الشوال هو السر في ان الارانب الصغيرة بتعيش. يعني ايه الشوال؟ الشوال ده يا جماعة بيجي، عارف المحلات اللي بتبيع البن او المطاحن بتاع البن او العلافين، هتلاقي عندهم الشوالة دي. حضرتك هتجيب الشوال وهتحطه في المية وهتلف بيه بيت الولد زي ما انا عامل كده. طب ايه فايدته يا عم عصام؟ فايدته ان اساسا بيت الولد ده بيبقى صاج فبيسخن، ده بيخلي بيت الولد من جوه كأنه بيبقى مكيف، بيبقى ساقع جدا. يبقى كل اللي حضرتك هتعمله، هتجيب شوال وتبله ميه وتحطه على بيت الولد. لو انا حطيت ايدي دلوقتي جوه بيت الولد ده، هتلاقي بيت الولد ساقع وكويس جدا جدا جدا. مش مشكلة ومش مجهود عليك ان انت تعمله عشان تحافظ على الارانب الصغيره. بالظبط يا جماعه زي فكره الجماعه اللي بيسافروا الصعيد وبيسافروا على تريلات وحاجات زي كده، بتلاقيه حاطط الجيركن بتاع الميه وعامله بخيش. ليه؟ عشان الميه تفضل ساقعه جوه. هو نفس الحكايه اللي انا عاملها دي. طب الارانب اللي جوه يا عم عصام عايشه وكويسه؟ اكيد طبعا. اهي بص كده، انا هوريك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف؟ ادي الارانب عايشه ومفيش اي مشكله. ولو حطيت ايدي كده جوه، ايدي بقت ساقعه لان الشوال رطب بيت الولد. اي حد عنده ارانب هتولد، اشتغل في الصيف ما تخافش، ربنا ان شاء الله هيوفقك وهيكرمك. واعمل الموضوع اللي انا قلت لك عليه ده، شوال على بيت الولد. طب يا عم عصام الامهات هتعمل فيها ايه؟ ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لك هعمل ايه مع الامهات عشان تخش ترضع وما يبقاش في اي مشكلة بالنسبة لي. اتمنى اللي يعجبه الفيديو يقول رأيه ويشيره ويعمل اي حاجة عشان غيرك يستفيد. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.